بما إننا لسه مكملين في سلسلة حلاوة المولد، النهارده هنعمل مع بعض الشكلمة، هاقول لكم إزاي تعملوها بكل سهولة، هي من الحاجات اللي أصلًا ما فيهاش تفاصيل كتيرة، وفي نفس الوقت ما فيهاش صعوبة، يعني من الحاجات اللي بتتجهز بسرعة أوي، وهتطلع معاكِ ناجحة لو مشيتِ على الخطوات. هاقول لِك إزاي تطلعيها هشة كده وبلون حلو وبطعم حلو جدًا مضبوط، أحلى وأنضف وأوفر مليون مرة من الجاهزة اللي بنشتريها. هاقول لِك كل الأسرار، بس تابعي الفيديو للنهاية واعملي لي لايك، تابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم منوعات بوسي، ويالّا نبتدي فيديو النهارده ونقول بسم الله. علشان نحضّر عجينة الشكلمة هنحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وضروري جدًا كل المكونات اللي هاقول لكم عليها تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني لو في حاجة في التلاجة نطلّعها من قبلها بساعة والّا 2. هاضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة أو البودر. بعد كده هابتدي أشغّل الخفاق بتاعي لمدة دقيقة والّا حاجة، اللي هو لحد ما لون البيض يبتدي يفتح معايا مش أكتر. بعد كده هاضيف عليهم كوباية من السكر الحبيبات مش سكر بودر. بصوا بقى الكوباية اللي هنعاير بيها تبقى هي نفس الكوباية، يعني ما تحاولوش تغيروا شكل أو حجم الكوباية، يعني أنا عايرت بالكوبايات المعيارية دي، بس هي نفس حجم كوباية الشاي الموجودة عندنا في كل مطبخ، يعني المج اللي موجود عندنا بتاع الشاي اللي في كل مطبخ ده ممكن تعايروا بيه، بس تعايروا بيه كل المكونات. تمام. بعد كده هضيف عليهم ربع كوباية من السمنة. السمنة ما ينفعش نستبدلها ولا بزبدة ولا بزيت، لأ هي سمنة، ممكن سمنة عادية من اللي إحنا بنشتريها المُعلبة، وممكن كمان سمنة بلدي طبعًا هتوديها في حتة تانية خالص. أنا السنة اللي فاتت كنت عاملاها بسمنة بلدي، كانت مودياها في حتة تانية خالص، فالمتاح عندكم أو الموجود عندكم. خفقت بقى كل دوّة مع بعض، وهنا الخفاق بتاعي خلاص أنا مش محتاجاه في حاجة تاني. اللي جاي بقى هنستخدم فيه الspatula أو إيدينا. هاضيف عليهم كوبايتين ونص من جوز الهند الناعم، مش الخشن، يعني حاولوا تجيبوا أنعم حاجة من جوز الهند، لو خشن شوية ممكن نديله يعني ننعمه شوية والّا حاجة في الكبة. تمام. كوبايتين ونص ما يعادلوا 250 جرام من جوز الهند. هاضيف عليهم معلقتين دقيق بس، مش هنزود دقيق. بعد كده هاضيف عليهم تِلت كوباية من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز ممكن نستبدله بعسل تقيل، يعني لو عندنا عسل تقيل في البيت أو شربات تقيل في البيت ممكن نستبدله بيه، وممكن كمان على فكرة نستبدله بعسل النحل، فالمتاح عندكم. عجينة الشكلمة بقى من العجاين اللي زي البسبوسة، مش بتحتاج عجن كتير، يعني اللي هو بس بنقلبها كده بالسباتولا لحد ما الدقيق يختفي. بعد كده بقى باستخدام ايدي علشان اشوف العجينة سواء كانت محتاجة سمنة او محتاجة مثلا تتزود دقيق او حاجة. بس خدوا بالكم عجينة الشكلمة مش بتتزود دقيق، يعني هي بتاخد بس معلقتين الدقيق الكبار اللي انا قلت عليهم في اول الفيديو. تمام. لو لقينا العجينة محتاجة شوية والّا حاجة، إحنا بنزوّد جوز هند، ممكن نزوّدها معلقتين جوز هند والّا حاجة ونلِم العجينة وهي هتتلَم معاكم وتمام أوي زي ما شُفتوا كده. بعد كده في صاج الخبز سواء بقى قوالب cupcake زي ما أنا عملت كده، أو في الصاج العادي بتاعنا اللي موجود في كل بيت، يعني المتوفر عندكم، هادهنه دهنة خفيفة كده بالزيت أو بالسمنة. وبعد كده أنا ضِفت بقى من عندي دي إضافة، يعني أنتم لو حابين تعملوها زي كده اعملوها، لو حابين تعملوا على طول في صاج الخبز اللي يريحكم. أنا ضِفت قوالب الcupcake الورق دي، وهو المفروض أصلًا قوالب mini cupcake، بس أنا أصلًا ما كانش عندي، بس أنا حبيت أعملها كده زي الجاهزة. تمام. هاخد بقى قطع صغيرة من العجينة كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هادوّرها أو هاكوّرها كده وهاخدها بشكل هرمي على فوق، بحيث إن هي تدّيني شكل الجاهزة بالضبط. لو حابين تعملوها في كيس حلواني وتِب، بس يكون تِب واسع، يعني تِب مقاس 10، وهنحطه في كيس الحلواني وناخد العجينة ونعمله هيدّينا برضه شكل كده زي الجاهزة بالضبط. بس هي بتبقى تقيلة شوية في الكيس الحلواني، فالأفضل إن إحنا نعملها بإيدينا بدل ما نضيّع المكونات في الكيس وفي إيدينا، ده الأفضل يعني، وأسهل كمان هتحسّوا إن هي سهلة أوي. بعد ما خلّصت كل الكمية جِبت الكريز كنت مقطّعاه، يعني قطّعت الواحدة كده على 4 بحيث إن هو يبقى شكله صغنطوطي كده من فوق، ما يبقاش كبير أوي وشكله ضخم وشكله مش لطيف. لو حابين تسيبوها سادة خالص من غير أي تزيين عادي برضه، بس لمّا تيجوا بقى تزينوها من فوق اضغطوا على التزيين من فوق كده بحيث إن هي لمّا تعلى شوية في الفرن ما يُقعش من عليها. بعد كده هاجهّز الشربات أو السيرب، وده المفروض إن أنا أجهّزه من قبل ما ابتدي تجهيز الشكلّمة، بس أنا حبيت أجهّزه وهي قبل ما أدخّلها الفرن على ما الفرن تسخن يعني.
ضفت كوباية من السكر وكوباية من المية وعليهم عصرة نص ليمونة بس كده. هدوبهم على البارد وبعد كده هحطهم على النار من بعد الغليان لمدة 5 دقايق. انا عايزة السيرب يكون تقيل شوية. تعالوا بقى اكلمكم شوية عن سوى الشكلمة عشان تطلع معاكم باللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. اولا هدخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هدخلها في الرف في النص، الشعلة من فوق ومن تحت. وقت التسوية بتاعت الشكلمة مش كتير، يعني هو هياخد معاكم من 15 ل 20 دقيقة بالظبط. حاولوا بقى تتابعوها، يعني ما تخلوهاش تاخد لون من كل حتة. يعني ممكن نلف مثلا الصاج بتاع الخبز لو هو من جوه اخد لون، ممكن نلفه ونخلي اللي جوه بره وهكذا. فاهمين ازاي؟ لو حسينا ان هو استوى من تحت ومن فوق لسه، ممكن نرفع الشبكة شوية لفوق. يعني تابعوها عشان تطلع معاكم بلون حلو قوي زي كده. اول بقى ما تطلع من الفرن ندهنها بالشربات او السيرب اللي احنا كنا مجهزينه. طبعا السيرب او الشربات ضروري جدا يكون بارد، يعني الافضل ان انتوا تجهزوه قبل ما تبتدوا اصلا تجهزوا الشكلمة او تعملوا عجينة الشكلمة. وانتوا بتلمعوا الشكلمة بالسيرب او الشربات حاولوا بقى ما تبالغوش عشان ما يكونش سكرها اوفر. المعروف اصلا ان الشكلمة ما بتكونش مسكرة قوي. فاهمين ازاي؟ بعد ما تلمعوها بالسيرب استنوا عليها شوية كده لحد ما تحسوا ان هي شربت السيرب شوية كده، يعني بعد مثلا 5 دقايق ولا حاجة. وابتدوا غطوها وسيبوها 10 دقايق بس، بحيث ان هي تفضل طرية معاكم، ما تاخدش الهواء كله اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة وتنشف منكم. وكالعادة لما بكون بعمل حاجة انا شخصيا بحبها، اصعب حاجة في وصفة الشكلمة النهاردة هي اننا فعلا نستناها تطلع من الفرن. عايزة أقول لكم يا جماعة إن ريحتها حقيقي كانت مالية المكان. عارفين لما تبقوا بتعملوا بسبوسة كده وتفضحكم إن انتوا بتعملوا بسبوسة في البيت وتروح للجيران؟ هي ريحتها كانت عاملة كده. ريحتها تحفة تحفة وطعمها حلو جدا. انتوا لما تجربوها هتقيموا وهتحسوا باللي انا بقوله لكم. لما نيجي بقى نفتحها من جوه هشة كده مش مكتومة يعني. خدوا بالكم لو حسيتوا ان هي محتاجة جوز هند وقت العجن او دقيق، ما تزودوهاش دقيق، زودوها جوز هند عشان ما تكتمش منكم. وزي ما قلت لكم الشكلمه ما فيهاش اسرار كتير وما فيهاش خطوات كتير. هي بس بنمشي على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي وهتطلع معاكم ناجحه من اول مره باذن الله. جربوها وانزلوا تحت في الكومنتات اكتبوا لي رايكم فيها ايه، والف هنا وشفا مقدما على قلوبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتتابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم منوعات بوسي، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، واشوفكم على خير يا رب، وباي باي.